هكلمكم النهاردة عن قصة كده سمعت عنها يعني. واحد ابن ناس اتقدم لواحدة بنت ناس واتخطبوا. خصوصا بعد خطوبة بشهر أو اتنين بدأ يكلمها إن نظام لبسك مش عاجبني وعايزك تلبسي ملحفة. قالت له ملحفة؟ أنا بلبس جيبة وبلوزة ولبسي كويس. لا لا، ملحفة ونقاب. قالت له لا والله أنا مش هلبس النقاب، وعندي أصلا مشكلة كمان في التنفس فمش هينفع. ففي فجأة بقى مفاجأة. المفاجأة كانت ايه بقى؟ المفاجأة ان هو بيقول لها ايه، هي كانت بتسافر يعني طالبة مغتربة وكانت بتسافر بتدرس يعني، هي من محافظة تانية وكده. فبدأت يقول لها طب خلاص البسي النقاب هنا واقلعيه هناك. قالت له ازاي؟ انت لو خايف عليا المفروض ان انا اقلع البسه هناك عشان انا هناك مش وسط اهلي. قال لها لا، انا هنا ما ينفعش اكون بقول للناس يلبسوا نقاب وبدعوهم لده، وانتي خطيبتي ولا مراتي مش تبقى لابسه نقاب. ايه ده؟ هو معلش، هو التزامك للناس ولا ربنا؟ ايه يا جماعه، تقول لا بجد يعني. الموضوع صعب. وبعدين لو انت عاوز حاجه زي كده من بدايه خطوبتك للبني ادم اللي معاك، المفروض تقول لها وهي يا ترفض يا تقبل. قبلت اوكي، رفضت خلاص حقها. فيعني خليكوا واضحين من البدايه، خليكوا واضحين.